النهارده هعرفكم ازاي خسيت وايه اللي ساعدني اوصل للنتيجه دي. عمري ما كنت اتخيل ان انا اخس 30 كيلو في 6 شهور، وزني كان وصل ل 154 كيلو، وبعيدا عن التنمر اللي كان بيحصل لي على السوشيال ميديا، فانا كان ممكن بنسبه 60% يحصل لي سكته دماغيه واموت وانا نايم بسبب مرض اول مره اسمع عنه. المرض ده اسمه الاختناق النومي، وده كان السبب الرئيسي اللي خلاني اخد خطوه. بسافر دول كتير وبصور محتوى عن الاكل اللي طبعا كنتوا بتشوفوه في الفيديوهات الطويله. النهارده اول يوم لينا في اندونيسيا، خلينا نكتشف مع بعض ليه الاندونيسيين هم الطف شعب في العالم. الكرسي مش مريح، خلينا متفقين ان الكرسي مش مريح بالنسبه لي، يعني محتاجه اخس شويه. اكل شوارع، اكل دسم، مكرونات وبيتزا، اكل مليان زيوت ومش صحي تماما، وكنت بعمل ده لسنين، وده كان من اهم الاسباب اللي وصلتني للشكل ده. مسافر اسبانيا مع صاحبي بصور هناك ونازلين في نفس الاوضه، لقيته بيقول لي ايه اللي انت بتعمله وانت نايم ده؟ انت كأن حد بيخنقك ونفسك بيتقطع. فالموضوع خدته بهزار، اللي هو بشخر وانا نايم عادي يعني، لكن بدا يتكرر اكتر من مره، واقوم من النوم كل يوم صداع رهيب ما بيروحش غير بمسكن. رحت كشفت عند دكتور جهاز تنفسي، قال لي لازم تعمل دراسات نوم، وغالبا زياده وزنك هي السبب في كل اللي انت فيه. رحت مركز دراسات نوم وعملت التجربه ديت، وحقيقي كانت واحده من اسوأ التجارب اللي مريت بيها. الدكتور قال لي ان انت بتعاني من حاجه اسمها الاختناق النومي، يعني نفسك بيتخنق وانت نايم نتيجه ارتخاء عضلات الرقبه، وده سببه زياده نسبه الدهون في جسمك، ومعرض بنسبه 60% للموت اثناء النوم بسبب انك ممكن يجي لك سكته دماغيه، وكل ده هيحصل لك وانت نايم. رعب طبعا، عشت حاله من الرعب، وده كله بسببي انا اللي عملت في نفسي كده. وصلت نفسي لمرحله من زياده الوزن كانت مؤذيه لدرجه انها كانت ممكن تموتني. اكل غلط، بسهر مش بنام كويس، وبجيب طبعا في اي اكل زي ما بتطلب معايا من غير ما احسب لاي حاجه، شيبسي، مشروبات غازيه، بيتزا، باستا، محاشي، اي حاجه حرفيا نفسي كانت بتروح لها وكنت بطلبها من غير تفكير. وطبعا كان بيجي لي كومنتات كتير جدا على السوشيال ميديا، تريقه وتنمر، اللي كان بيقول لي انت شبه الفيل، كل ده تخن. واسوأ كومنت هو ان انا كنت ببص لك نفسي بيتخنق من شكلك. ما كنتش بتاثر وقتها قوي، يعني كنت بحاول ان انا ما افكرش كتير في كومنتات الناس، بس انا فعلا كان شكلي وحش جدا وصحتي ضايعه. بس للاسف ما حسيتش بده غير لما تعبت وقربت من مرحله الخطر. الدكتور قال لي حياتك كلها لازم تتغير، وانك تخس ده مش اختيار، ده ضروره لو انت عايز تحافظ على حياتك. عشان اخس كنت محتاج اشتغل على 3 نقط: الاكل، التمرين، كوتش الثقه يعمل لي خطه للاثنين ويتاكد اني بعمل كل حاجه صح. وهنا كلمت كابتن عريبي، اكيد كلكم عارفينه من السوشيال ميديا. ازاي تخس اكتر من 50 كيلو في 6 شهور بس؟ ناس كتير جدا اتغيرت لما تابعت معاه، فكان ضروري جدا ان انا اتابع مع حد يكون فاهم كويس. اول حاجه اشتغلنا عليها سوا كانت الاكل. روتين الفطار بالنسبه لي كان لازم يتغير، فبقيت اعتمد بشكل اساسي على الزبادي اليوناني والفاكهه او البيض. منعنا كل السكريات واعتمدنا على السكر الطبيعي من الفاكهه. ظبطت له اكتر نظام حياته عشان هو بيسافر كتير، واعتمدنا ان احنا نظبط السعرات قد ما نقدر، مع ان احنا نلتزم يوميا ب 45 دقيقه كارديو. بالنسبه للغدا كان اساسي عندي صدور الفراخ مع اللحمه المفرومه قليله الدسم. طبعا مفيش حاجه اسمها مكرونه تماما، او ان انت تكتر في الرز او الحاجات دي. لو حبيت ان انت تاكل مكرونه فممكن تاكل مكرونه شوفان، او لو رز فتستخدم الرز البني. الحاجات دي سعراتها بسيطه ومش هتساعد في زياده وزنك. عملنا عجز في السعرات عشان نوصل للهدف بتاعنا بسهوله، وبدا اكل وروتين يومي يتغير بشكل كامل. بقيت اركز على ان انا اكل بروتين اعلى واقلل الكرب، وطبعا حاجات كتير اتخليت عنها بلا عوده ومستحيل تدخل جسمي تاني، زي السكر الابيض مستحيل اقربه او اقرب لاي حاجه هو داخل فيها، وطبعا العيش او اي حاجه فيها دقيق ابيض. اكلي بقى معتمد بشكل اساسي على البروتين اللي هيساعدني ان انا ما اخسرش عضل وسط ما وزني بينزل، وبركز في كل حاجه باكلها على مدار اليوم. اي حاجه بتدخل بروتين جوه جسمك بشكل عام هي اكتر حاجه هتفيدك. تقدر تاكل لحمه مفرومه عادي فيها بروتين بس يكون الدسم بتاعها قليل، ولو نفسك راحت لحاجه حلوه فاعتمد بشكل اساسي على الفاكهه، انسى خالص اي حاجه فيها سكر ابيض. اشتغلنا كمان على التمرين 6 ايام في الاسبوع، لان تمارين المقاومه كانت مهمه جدا. في نظام للتمرين اسمه بوش بول ليج، ده اكتر حاجه هتفيدك. 3 ايام في الاسبوع بوش بول ليج، وبعد كده بتريح يوم، وبعد كده بتنزل تاني بوش بول ليج. كل تمرينه من دول ليها تفصيله معينه. تمرينه بوش بتشغل عضلات الصدر، عضلات الكتف، وعضله التراي. تاني يوم بتتمرن بول، والتمرين دي بتشغلك برضه عضلات الظهر وعضلات الكتف وعضله الباي. تالت يوم واخر يوم هو تمرينه الرجل، واصعب تمرينه فيهم لانها بتكون رخمه شويه، تبذل فيها مجهود اكتر. خلصت 3 ايام بتاخد بريك يوم، وبعد كده ترجع تكرر الايام تاني. عايز ما تاخدش بريك، انا ما كنتش باخد بريك، انا كنت بكمل 7 ايام كلهم في الاسبوع، بتمرن طول الوقت. وكان من حماسي ان انا كنت عايز ان انا اتغير، كنت ببقى عايز ان انا اتمرن مرتين في اليوم. ما انصحش بيه بس عشان خاطر ما تزودش في الحاجه قوي وانت بتبتديها، ولكن اسلوب التمرين ده بجد فرق معايا جدا وخلاني ان انا اتغير. معاك شنطه فيها لبسك وهتعدي على الجيم اساسي. الجيم ده هتعتبره زي الهوا بالنسبه لك، صعب ان انت تعيش من غيره. لو رحت بقى البيت وقلت هتغدى وانزل بعد شويه، انسى، عمرك ما هتروح. قوتك الفعليه في اللحظه دي هي مش القوه البدنيه او عندك عضل قد ايه او شكلك عامل ازاي. قوتك بجد هي قدرتك على الالتزام والاستمراريه والمتابعه، وانك يبقى عندك خطه ماشي عليها وتعمل كل حاجه تساعدك على الالتزام بخطتك. طبعا كان لازم استخدم مكملات اساسيه عشان تساعدني اوصل للهدف بتاعي، زي فيتامين سي او فيتامين د لان كان عندي نقص فيه، واستخدمت برضو مالتي فيتامينز زي اوبتيمين وفيتامين بي. وكان اساسي بالنسبه لي بعد التمرين سكوب واي بروتين مع سكوب كرياتين، ده بالنسبه لي كان بيشبعني وبيحافظ على الكتله العضليه برضو. طبعا كل جسم ليه احتياج معين من الحاجات دي، يعني انت ما ينفعش انت من نفسك تقرر ان انا هاخد كميه معينه. وطبعا كل الحاجات دي قبل ما تاخدها لازم تعرف جسمك هيتحملها او لا، او جسمك قابل القصه دي ولا لا. لازم تعمل تحاليل اساسيه تطمن على نفسك، زي وظائف الكبد او وظائف الكلى، او اللي الدكتور بتاعك بيحدده عموما. وكنت باخد برضو قبل النوم زنك تركيز 25 ومغنيسيوم جلاسينيت عشان يخلي نومي افضل ويحافظ على الكتله العضليه. ومع
اول شهر بدات احس بتغير في شكلي، كميه سعاده غير عاديه، اما تشوف تعبك والتزامك بيبدا يجيب نتيجه. ساعتها في اللحظه دي بيبقى صعب ان انت تستسلم. فخليك متاكد من حاجه، ان الاختيار الاصعب هو اللي هيفيدك اكتر. مفيش اي حاجه هتيجي بانك تبقى مريح او ما تبذلش مجهود. طول ما انت بتضغط على نفسك وبتعمل حاجه تقيله عليك، طول ما انت هتلاقي نتيجه وهتتفاجئ بنفسك. حط خطه قدامك، انا هوصل لهدفي مهما يحصل، مش هبطل ولا هوقف الا لما اشوف نتيجه قدامي. وتنسى النتائج اللحظيه وما تفكرش في اي حاجه. هيعدي شهر شهرين تلاقي ملامح شخص جديد جواك بدات تبان، تلاقي نفسك بتشوف نسخه افضل انت ما كنتش تعرفها مستخبيه جواك. بقيت بلبس اللي انا عايزه، مش بدخل على قسم الاوفر سايز على طول ولا بدخل على قسم الملابس الكبيره. موضوع اللبس خلاص ما بقاش واحده من المشاكل الاساسيه. جزء كبير من نجاحي في رحلتي عشان تابعت مع حد انا واثق فيه زي كابتن عريبي. واللي بنصحكم ان انتوا لو حابين تتغيروا بجد انكم تتابعوا معاه. هو عامل خصم 10% على كل الباقات لاي حد يستخدم كود علامه 10. خد خطوه انك تتغير بجد، وما تستناش انك توصل لمرحله صعبه انك ترجع منها. سلام.